لو عايز تتعلم برمجة في شهر ومش عارف تايه متردد متسوح، حلك عندنا. اشتري كورس عبدو بلس بلس لتعليم كل لغات البرمجة في شهر واحد. ايوه، في شهر واحد. يلا ما تتأخرش، اشتري كورس عبدو بلس بلس فقط ب999 جنيه مع مصاريف الشحن. اتصل على 01 011 00110 يصلك مندوبنا أينما كنت. لقد كنت أشعر بالأوفرفلو، ولكن بعد كورس عبدو بلس بلس تحسنت صحتي كثيرا وأصبحت أكتب الأكواد وكأنني ألعب. إنه رائع حقا. مع كورس عبدو بلس بلس هتكود وانت نايم. بص، هو انت مش هتتعلم برمجة في شهر بالمعنى الحرفي، او هتتعلم، بس الفكرة مش في الوقت. لان البرمجة زيها زي اي مهارة بتحتاج وقت كبير، ولكن انت في شهر ممكن تتعلم الاساسيات وتكتب اول كود ليك فعلا. وده اللي انا عملته من حوالي 4 شهور بس. كنت انا لسه مخلص تالتة ثانوي، وطبعا بعد تالتة ثانوي كده اللي هو يبقى فيه شوية فراغ، وبتطلع بقى لستة الحاجات اللي انت كنت كاتبها ان انت هتعملها بقى ما بعد تالتة ثانوي من تعلم برمجة وكورسات ولغة جديدة وحاجات كتيرة جوه. فطلعت طبعا الليستة، كانت اول حاجة ان انا اتعلم برمجة. انا فعليا قبل كده كنت بدأت ان انا اتعلم HTML ولغات برمجة اللي هي الويب، لغات الويب يعني HTML CSS جافا سكريبت. خلينا نركز على ال HTML بالذات، دي الاكتر واحدة كنت يعني باخد فيها كورسات او مش كورسات، يعني شوية فيديوهات على اليوتيوب. عموما HTML، سألت واحد صاحبي قال لي ان هي مش لغة برمجة اصلا. فمسيرتي البرمجية بدأت ما بعد ثالثة ثانوي. بدأت ان انا اخد كورس CS50، وده اشهر كورس برمجة في العالم. CS50 عبارة عن كورس بيديك من اول يعني ايه برمجة، مرورا بالباينري سيستم اللي هو الزيرو 1، بلغة سكراتش، لغة يعني هي مش لغة، هي شوية لعب، حاجات غريبة كده. بيبدأ في الجد من لغة سي. لغة سي لغة صعبة جدا، او مش لغة صعبة، يعني هي لغة عتيقة في مجال البرمجة، ولغة ناس كتيرة جدا بتتعلم بيها اساسيات البرمجة. رغم ان نصيحتي اللي انا فيما بعد هسيب لغة سي وهروح للغة سي بلس بلس، نصيحتي ان انت تبدأ بلغة سي بلس بلس، لان هي اسهل من سي، مش اسهل في المطلق بس هي اسهل من سي. بدات اتعلم اساسيات البرمجه في كورس سي بلس بلس اللي ما كملتوش، ودي من الحاجات الغبيه شويه اللي انا عملتها، لان انا ما كملتش كورس سي اس 50. بدات الكليه وعرفت ان في حاجه اسمها اي سي بي سي او اي سي بي سي تريننج، يعني اللي هو مسابقه الاي سي بي سي. دي مسابقه بروبلم سولفنج هي مهاره في البرمجه، هي مهاره كتابه الاكواد لحل المشاكل. فالبروبلم سولفنج ده ليها مسابقه عالميه اسمها اي سي بي سي، وليها نظير في مصر اسمه الاي سي بي سي. كلهم في النهايه بيروحوا للمسابقه الكبرى اللي هي الاي سي بي سي، اللي بتتعمل انترناشونال في العالم كله. فبيكون ليها تصفيات على مستوى الجامعات. التصفيات دي قبل ما بتتعمل بيكون في تمرين لكل الطلاب اللي عايزين يلتحقوا. رحت اكتر من سيشن وبدات اهتم فعلا، وخلصت شيت وخلصت تاني شيت، وحصل لي ظروف معينه ووقفت. وفعلا وقفت جزء تقريبا هو الجزء المتوسط من تعليم الاساسيات. اتعلمت الاساسيات، يعني الاساسيات اتعلمت، وبدايه الاساسيات اتعلمت. فوقف بيا الموضوع هنا للاسف. بس يعني في النهايه اقدر اكتب كود واكواد معقده شويه، يعني مش اكواد بسيطه، لاني تقريبا حليت ما يقارب ال 120 مساله ومسائل صعبه في السيشنات اللي كنت بروحها بتاعت الاي سي بي سي في الكليه. على فكره الموضوع سهل، يعني انت مش محتاج اكتر من لابتوب، شاحن اللابتوب، وكورس عبده بلس بلس لتعليم البرمجه. نتكلم جد بقى شويه. البرمجه من اكتر الحاجات اللي انت لازم تتعلمها، لان انت لو بصيت من حواليك هتلاقي ان البرمجه موجوده في كل حاجه. بدايه من الاجهزه الالكترونيه اللي انت بتستخدمها، هو عباره عن هاردوير، الشيء اللي انت ماسكه، وسوفت وير ده عالم تاني خالص، كله عباره عن برمجه. فحتى لو انت مش شايف الاكواد بعينك فابشرك، الحاجات اللي انت شايفها قدامك ما وراءها في اكواد. خلاص عرفنا اهميه البرمجه، نتعلم ازاي بقى. بص، سبل التعلم كتيرة جدا. لو انت الانجليزي بتاعك كويس فانت وفرت تقريبا نص الطريق. ولو انت في حاسبات مثلا فانت الموضوع هيبقى اسهل شويه عليك. ومش اسهل لانك هتدرس البرمجه في الكليه، لا، اسهل من ناحيه ان انت هيبقى وظيفتك المستقبليه انت عارفها خلاص. انت لازم تبقى مبرمج لان انت دخلت حاسبات.
فهتدي وقت كبير جدا من وقتك للبرمجة. يعني انا مثلا مش في حاسبات، فتقريبا بدأت مع واحد صاحبي، احنا الاثنين هو في حاسبات وانا مش في حاسبات، بدأنا احنا الاثنين في مستوى معين، ولكن بمرور الوقت هو عداني بجزء كبير جدا وانا اللي فضلت هادي شوية في الصعود. وده بيرجع لانه كان بيدي وقت كبير جدا لمذاكرة البرمجة بسبب ان دي هتبقى مهنته المستقبلية يعني. بس في النهاية كل اللي بيتعلموا برمجة بيتعلموها من مصادر واحدة، ولحظك المصادر دي موجودة ومتوفرة للجميع. طيب دي عبارة عن دردشة سريعة في موضوع فيديو النهاردة. هحاول أقول بعض النصائح اللي ممكن تنفع الناس في بدايتها في تعلم البرمجة، بما إني شخص عديت بالفترة الأولانية في تعلم البرمجة واللي هي تعلم الأساسيات. تمام. يعني أنا مش هنصح أكتر من كده، أنا مش هنصح غير في الجزئية اللي في البداية، لأني ما كملتش بصراحة، أو يعني حتى الآن أنا لسه عطلان في الزون دي. بس ما علينا، في بداية الموضوع هتحاول تدور على كورس معين يفيدك في جزئية تعلم الأساسيات. الكورسات كتيرة في الموضوع ده، بس أشهر حاجة هو كورس CS50 زي ما أنا قلت. CS50 كورس بسيط جدا، كورس موجود من جامعة هارفارد، فيعني حاجة معتمدة جدا. في ناس كتير بتعمله باللغة العربية، يعني بتاخد المحتوى بتاعه وبتعربه عن طريق ان هي بتعيد انشاء الفيديوهات بس بطريقة عربية، وده هيفيد جدا يعني في موضوع التعلم، لان زي ما قلت لو انت الانجليزية بتاعتك كويسة فهيفيدك، لان تقريبا كل علوم الكمبيوتر او الكمبيوتر ساينس موجودة بالانجليزية. فلو انت الانجليزي مش احسن حاجة فهتشوفه باللغة العربية. لو انت الانجليزي كويس ففي طريقة ان انت تاخد الكورس من على الموقع الرسمي للكورس، وممكن في النهاية تاخد شهادة. مش عارف حاليا موضوع الشهادة ده بصراحة هل لسه متاح او لازم تدفع فلوس عشان تاخد الشهادة. وكمان في مشكلة في موضوع ان موضوع خروج الدولار من مصر، لان الموضوع ما بيجيش سهل زي الاول، لان طبعا انت هتدفع بالدولار وزي ما شفنا يعني، ففي مشاكل كبيرة في الموضوع ده، فممكن ان انت تلجأ ان انت تاخده من على اليوتيوب. في العموم هو الكورس نفسه مجاني 100%، ولكن موضوع الشهادة ده بيختلف، لان في كورسات بتبقى مجانية ولكن لو عايز تاخد الشهادة بتاعتها بتضطر ان انت تدفع فلوس. في العموم الشهادة بتاعت الكورس مش حاجة تقيلة قوي يعني، لان الكورس كورس بدائي يعني، او كورس مبادئ في الاصل، فمش يعتبر هو انت هتستخدمه علميا اكتر من ان هو يتحط في CV مثلا. فيما بعد ممكن ترجع وتاخد الكورس تاني وتاخد الشهادة بتاعته. طيب اخدنا كورس برمجة مثلا، طيب اخدنا كورس اساسيات زي CS50. هنبدأ بقى ان احنا ناخد اساسيات البرمجة نفسها، لان CS50 ده بيديك اساسيات الكمبيوتر ساينس او اساسيات علوم الحاسب. يعني مثلا هيبدأ ان هو يتكلم عن ما هو الكمبيوتر، وهيبدأ ان هو يفهمك في المبادئ الأساسية. هيعدي على بعض الحاجات في لغة سي ولغة بايثون، بس زي ما قلت لغة سي لغة يعني عفى عنها الزمن شوية. فاللغة C++ هي لغة سي ولكن محدثة شوية، وبتشمل مكاتب اكتر، وبتشمل حاجة اسمها OPP فيما بعد، او هتبدأ ان انت تتعرف عن الموضوع ده يعني بعد لما تخلص كورس CS50. في كورسات تانية لازم انك تبدأ تدور عليها. من الكورسات دي كورس دكتور محمد الدسوقي في لغة C++، وده تاني كورس هتبدأ فيه على طول، لانك هيفيدك جدا في موضوع يعني تعلم البرمجة في المجال ده، او في تعلم الاساسيات. الكورس ده ممتاز جدا يعني، هيقوي جدا عندك قوة موضوع C++، وهتبدأ ان انت تكود فعلا، هيحطك على الطريق بالعربي. في كورسات تانية لناس تانية، لو انت مش بتفضل طريقة دكتور محمد دسوقي ففي ناس تانية مثلا زي
استاذ اسامه الزيرو، في ناس تانية زي قناه كودزيلا، يعني من الناس يعني اساطير في المجال ده. فزي ما قلت يعني العلم موجود وبكثره على اليوتيوب على سبيل المثال. في لو انت بقى عايز تشوف حاجات بالانجليزي فبرضه نفس الكلام، في مراجع كتير جدا ممكن انك تبدا تاخد منها. الخطوه الجايه بقى ما بعد كورس سي بلس بلس، هو لو انت موجود في جامعه معينه مثلا، على سبيل المثال اي جامعه، تمام، حكوميه او مش حكوميه. الجامعه دي لو بتضم كليه حاسبات ومعلومات، فهيبقى الكليه هتبقى عامله زي او بيكون فيها فرق مشتركه، هتبدا تشترك في مسابقه الاي سي بي سي زي ما اتكلمت، او الاي سي بي سي. اي كليه، اي جامعه موجود فيها كليه حاسبات ومعلومات، الكليه نفسها بيكون فيها ناس بتنظم الموضوع. حاول ان انت لو كان لك صحاب في الكليه دي، او انت في الكليه نفسها، فحاول ان انت تعرف منهم مواعيد التقديم على التدريب، وهتقدم، هيبقوا منزلين فورم مثلا هتقدم فيه، وبعدين هيضيفوك، وهتعرف بعدين اماكن التدريب فين في الكليه. غالبا اماكن التدريب كلها بتكون في الجامعه نفسها، في مباني معينه، في مباني زي مبنى الكرياتيفا لو تعرفوا، هيكون فيه، او مبنى الكليه نفسه، مبنى كليه حاسبات ومعلومات، هيكون التدريب فيه. ومش شرط خالص ان انت تكون في الكليه، يعني عادي ممكن تكون من اي كليه تانية وتروح وتروح تشترك في النشاط بتاع الاي سي بي سي او التدريب. موضوع التدريب ده هيرفع مستواك جدا، لان هو عباره عن بروبلم سولفنج. هي مسابقه عباره عن مسابقه بروبلم سولفنج، والبروبلم سولفنج هو هيقويك جدا في موضوع ان انت ازاي تفكر في حل مشاكل البرمجه عن طريق ان انت بتمسك ورقه وقلم وبتحل. يعني بتكون عباره عن مسائل هتقوي، يعني بروبلم سولفنج هيقويك رياضيا، وهيقويك من ناحيه حل المشاكل، وهيقويك برضه في حته كتابه الاكواد، وكتابه الاكواد بسرعه برضه. طيب بعد لما دخلنا موضوع كورس، بعد لما دخلنا موضوع التدريب بتاع الاي سي بي سي، هتكمل وهتحاول ان انت تكمل، لان الموضوع ضغط بصراحه، وموضوع صعب شويه. انا مثلا قعدت حوالي شهرين، ما طولتش اكتر من كده في التدريب، رغم ان التدريب بيمتد تقريبا من شهر 11 او من شهر 12 لحد شهر، يعني الى حد المسابقه. يعني بيكون الموضوع عباره عن 10 شتات، ما يعرف باسطوره شتات اسيوط. يعني دول اشهر حاجه موجوده في مصر، يعني الناس بتحلهم في الموضوع ده، لان هم يعني مشهورين عالميا. الشتات دي عباره عن مسائل برمجيه على موقع كود فورسز. ده هيبقى الموقع اللي انت هتصاحبه في فتره التدريب ده. الشتات دي عباره عن مسائل، بتخش بتقرا المساله، بتاخد المعطيات اللي معاك في المساله، وبتروح على المكان اللي بتكتب فيه الاكواد وتبدا تحل، وبعدين ترفع الكود بتاعك على الموقع، والموقع ده بيختبر الكود ده ب100 اختبار. طبعا مش ما بياخدش وقت، يعني 100 اختبار دول بيكون مثلا في حوالي 10 ثواني او في 5 ثواني بالكثير. بيختبروا مثلا ب100 اختبار، ولو الكود صح بيديك اكسبتد، لو الكود غلط بيديك انت غلطت في ايه، وبيعلم لك على مكان الخطأ. ده عبارة عن يعني آلية التدريب في مسابقة الاي سي بي سي. وطبعا بيكون في كونتستات. الكونتست ده عبارة عن ان انت بتروح هناك، سواء كونتست او اونلاين او اوفلاين، هناك في المكان اللي هيكون فيه السيشنات دي بتكون حوالي 5 ساعات، او على حسب برضو التيم اللي انت يعني اللي انت هتكون فيه هيكون نظامه. يعني بيكون معاكم منتورز. المنتورز بيشرحوا لكم الاساسيات برضو، فانت هنا هتبقى خدت الاساسيات تقريبا 3 مرات. الموضوع ده هيثبت عندك الاساسيات بشكل كبير، وانت فعلا محتاج تاخدهم اكتر من 3 مرات كمان، لان الموضوع هيكون يعني غريب على دماغك. المهم هتعرف يعني في المرحله دي ان البرمجه مش عباره عن كود، مش عباره بس عن ان انت بتكتب كود وان انا بقعد اكود والكلام ده، لا. يعني الموضوع اكبر من كده بشويه حلوين. فعموما في الفتره دي يعني مستواك هيبدا ان هو يتحسن جدا. انا بقى وصلت للمرحله دي وهديت شويه، يعني ما كملتش. دي ممكن تكون المرحله، يعني الموضوع بسيط، يعني ما تخافش يعني. فالموضوع مش هياخد اكتر من حوالي شهر او شهرين بالكثير يعني. بس انت برضو زي ما قلت الموضوع الوقت ده ما تحاولش ان انت تركز فيه قوي. يعني زي ما سمعنا، فوقت التعلم مرتبط بانت هتستثمر قد ايه من وقتك في التعلم، فعلى قد ما هتدي وقت هتحصل قدامه نتيجة. بروبلم سولفينج هو أهم مهارة برمجية ممكن أنت تتعلمها، وده لأن البرمجة أصلا هي عبارة عن بروبلم سولفينج. بس أنت بيبقى معاك بروبلم محتاج أن أنت تحلها، فأنت بتمسك البروبلم
بتحلها في ورقة، بيكون معاك مجموعة من الخطوات، بتترجم الخطوات دي لكود، فالكود بيشتغل بيحل البروبلم. طيب هي ايه اصعب حاجة ممكن تواجهك في البرمجة؟ بص، هو اصعب حاجة ممكن تواجهك في البرمجة هي هو العدو الاول للانسان، يعني هو في كل حاجة تقريبا، هو التسويف. التسويف حرفيا هيدمرك. ليه؟ لان انت لما بتشتغل شوية ويتحسن مستواك وبعدين بتركن شوية وبتبدأ ان انت تسوف، مستواك هينزل تاني. لان الموضوع محتاج، يعني انا حاليا ليا مثلا حوالي شهر ما كتبتش كود، فانا ممكن اكون هرجع لو حبيت ان انا ارجع تاني، هرجع عشان اتعلم الاساسيات من اول وجديد. لان المستوى بتاعك مرتبط بجد انت بتحل، وهنا بتحل بروبلم سولفينج، لان زي ما قلت لك البروبلم سولفينج هو اساس تعلمك للبرمجه. لان مفيش مهاره هتكتسبها اهم من البروبلم سولفينج في البرمجه. ففي العموم حاول ان انت تتخطى موضوع التسويف ده، لانه هو عدوك المباشر بصراحة. تاني مشكلة ممكن تواجهك في موضوع تعلم البرمجة ده، ان في حاجات يعني مخك مش هيستوعبها بصراحة. لاني او يعني مش بشتمك، بس هو في حاجات انا برضو مخي ما استوعبهاش. يعني في بعض بما اني انا كنت شخص مش يعني معاه مشكلة شخصية مع الرياضة، فطبعا يعني البرمجة هي رياضة يا صديقي المستمع. يعني يعني لازم يعني لازم تبقى متقبل الموضوع ده، ان البرمجة هي عبارة عن رياضة وإحصاء وتفاضل وتكامل. فالموضوع في بعض الأحيان كانت تبقى مثلا المسألة هي عبارة عن رياضة صرف، محتاجة بس ان انت تكون فاهم رياضة هتطبق المسألة وهتكتب المعادلة وبس، هتكتبها هتحولها شكل كود واتحلت المسألة. أنا هنا كنت بضيع حرفيا. فمش عايزك تبقى خايف، يعني في بعض الأحيان مش هتفهم الكلام ده لأن أنت فعليا ما درستوش. لو أنت شخص ما كنتش بتحب الرياضة، أو ما في مسيرتك الدراسية ما كنتش مرتبط بالرياضة أو درست الرياضة بشكل أكاديمي يعني. فعموما موضوع تعلم البرمجة موضوع محتاج شغل. فيعني ما تيأسش لو وقفت معاك بعض المسائل او عطلت في بعض الاحيان. حاول ان انت تدور في اكتر من مصدر، في مواقع كتير جدا بتقدم حلول برمجية بتفهم يعني بكل بساطة. في فيديوهات ممكن ان انت، يعني انا في بعض الاحيان كنت برجع اذاكر رياضة لمسائل معينة، وفي رياضة كنت مثلا برجع للدروس في تانية اعدادي مثلا، من كتر ما الموضوع يعني متغوط في الرياضة، او ان هو يعني مرتبط جدا بالرياضة. دايما في رحلتك لتعلم اي حاجة حاول دايما تتعلم الحاجة اللي انت بتحبها، لان صدقني لو انت بدأت تتعلم حاجة انت ما بتحبهاش فانت مش هتتعلمها. البرمجة اكيد حلوة مفيش كلام، بس للي حابب يتعلمها، لان ببساطة الطريق طويل ومحتاج ان انت تكون عندك شغف لتعلم البرمجة. لانك لو ما عندكش شغف، خليني اقول لك ان مشاهدات اي كورس برمجة بيبقى تقريبا مشاهدات اول فيديو 10 اضعاف مشاهدات اخر فيديو، ده اقل شيء. وده بيبين ان مش كل الناس اللي بتبدأ بتكمل. ده نابع من ان في الفترة الاخيرة كان في زي ترند تتعلم البرمجة، بس هو مش ترند، هو الموضوع مفيد والسوق محتاج ناس كتير جدا بصراحة تتعلم برمجة وان هي تشتغل في المجال ده. ولكن في ناس كتيرة كانت واخداها على سبيل الروشنة، وان هم يبقوا ماشيين في الترند زي باقي الناس يعني وكده. وفي النهاية انت هتلاقي شغفك سواء في البرمجة او في مجالات تانية غيرها. في الاخر حابب اقول لك انك في غضون شهر هتكتب اول كود ليك، بس مضمنش انه ممكن يشتغل.